لما تيجي تقرر تسافر دهب أهم سؤال بيشغل دماغك هو أسكن فين؟ فندق ولا هوستلز ولا كامبات ولا أجر بيت أو استوديو وأعيش كأني من أهل البلد؟ وفين أصلا أسكن؟ في اللاجونة ولا في المصبط ولا في العصلة؟ الأسامي اللي أنا بقولها دي أنت دلوقتي مش فاهمها ومش عارفها، لكن بعد شوية هتكون فاهم وعارف هي فين بالظبط، علشان الفيديو ده هيوضح لك كل حاجة عشان تختار الصح ومن أول مرة. تحية كبيرة، معاكم نويرة، ودي الحلقة التانية من سلسلة دليلك للسفر لدهب بدون شركات سياحة. واتكلمنا في المرة اللي فاتت عن وسائل الانتقالات، ودي هتلاقيها في الفيديو اللي هيظهر فوق على اليمين. والنهاردة هنتكلم عن الإقامة بأنواعها المختلفة زائد تقسيم المناطق جوه دهب. هقول لكم كل نوع ومميزاته وعيوبه ومناسب لمين، وكمان ايه أكتر منطقة مناسبة ليك على حسب اختيارك. بص يا سيدي، انت اول ما بتوصل دهب ايا كانت وسيلة المواصلات اللي سافرت بيها فانت بتدخل على وسط البلد، ودي المنطقة اللي فيها كل الخدمات والاكثر حيوية في المدينة. هنعتبر ان اسم شرطة دهب هو السنتر بتاع المدينة، والمنطقة اللي هو فيها اسمها المصبط، حواليه الممشى السياحي والسوق السياحي وكوبري مجرى السيل والكافيهات. وانت واقف عند الاسم ووشك للبحر، على ايدك اليمين اللي بتاكل بيها اللاجونة والثري بولز ووادي ستار ووادي جناي. اما بقى على ايدك الشمال فهتلاقي اللايت هاوس والعصلة والبلو هول وراس ابو جالوم والبلو لاجونة. وبكده خريطة دهب وضحت معاك علشان لما اتكلم على مكان تبقى عارف موقعه فين بالظبط. تعالى بقى نتكلم على تاني حاجة وهي اماكن الاقامة. واول حاجة هنتكلم عليها هي الاقامة في الفنادق. الفنادق في دهب في منها 3 نجوم زي دهب باي ودهب بارادايس وفندق القمر البدوي، وفي منها كمان 4 نجوم زي منتجع سويزن ودهب لاجون ودهب هوتيل، وفي منها 5 نجوم زي منتجع سفير وريتاكيك نايس با اند ريزورت. الفنادق مناسبة جدا للناس اللي عايزة تعيش تجربة رفاهية عالية وخدمات مميزة، يعني أسرة مش عايزة وجع دماغ ولا تشغل نفسها بحاجة، حد كده عايز يفصل يومين عن الدنيا وما فيها. أما بقى عن عيوبها فأغلب الفنادق بتكون بعيدة عن وسط البلد، وده بيخليك تكسل تطلع وتستكشف البلد وتعيش روح دهب الأصلية اللي الناس بتيجي من آخر الدنيا أصلا علشان تعيشها. لو هتختار فندق أنصحك بمنطقة اللاجونة، فنادق كبيرة وشاطئ رملي والمنظر هناك رهيب. أما بقى تاني خيار للإقامة فهو الهوستلز. الهوستل من الخيارات المميزة في دهب تحديدا لأنها بتكون في الغالب وسط البلد ومنتشرة بشكل كبير جدا هناك، وده لأنك بتقدر تعيش فيها روح دهب وتتعرف على ناس جديدة وتختلط بثقافات مختلفة، ودي بعض أسماء الهوستلز اللي في دهب. وأنا مش برشح لك حد بعينه، لكن بساعدك تعرف الدنيا ماشية ازاي. عندك يا سيدي رفيقي هوستل وأوسكي وماي هوستل إن وديب بلو دايفرز. أما بقى عن عيوب الهوستل فهي أقل شوية في الخصوصية، وفي الهاي سيزون بتكون زحمة ومش مناسبة خالص للعائلات، لكن مناسبة جدا للشباب والأصدقاء. وأفضل مكان تدور فيه على الهوستلز هي منطقة المصبط واللايت هاوس علشان يكون جنبك كل الخدمات. نيجي بقى لنوع الإقامة رقم 3 وهي الكامبات، وده بصراحة من أحب الإقامات لقلبي، لأن أنا واحد ما بدخلش مكان الإقامة غير على النوم بس. كل اللي أنا محتاجه غرفة كويسة فيها سرير وتكييف وحمام داخلي، والسعر يكون كويس علشان أقدر أقعد أطول فترة ممكنة. والحقيقة إن الكامبات بتوفر لي المعادلة الصعبة دي، علشان كده 90% من الإقامة بتاعتي بتبقى في كامب. كمان الكامب بيكون فيه روح دهب بجد، سهر وتعرف على ناس جديدة والتعاون، والواحد كل مرة بيطلع من هناك بأصحاب جداد. أما بقى بالنسبة للعيوب فما تتوقعش من الكامب خدمة ولا رفاهية زي الفنادق، ما تتوقعش اكتر من مكان بسعر كويس تنام فيه. اما بقى بالنسبه للنظافه فدي حسب اداره الفندق. الحقيقه ان في كامبات رغم بساطتها الا انها نظيفه جدا، وفي كامبات تانية قذره، فركز جدا وانت بتختار كامب وشوف ريفيوهات كتير عنه. ودي بعض اسماء الكامبات هناك، وباكد تاني انا مش برشح لك حد معين، انا كل هدفي اساعدك تختار مكان صح لاقامتك حسب احتياجاتك. عندك يا سيدي بادية كامب والبشبيشي والاسكا والشيخ سالم والسندباد والرايجة. وبرضه لو هتدور على كامب خليك قريب من المصبط واللايت هاوس، علشان في الغالب الكامبات ما بتوفرش اي اكل، فانت لازم تكون قريب من كل الخدمات. ورابع نوع بقى في الاقامه واخر نوع معانا هو البيوت والاستوديوهات، ودي بتكون خيار ممتاز للاسر الكبيره او المجموعات، وبتحس فيها انك عايش في بيتك وبتحس بتجربة العيشة في دهب. تنزل السوق تجيب اكلك وعندك المطبخ تطبخ وتاكل، وبتعمل كل حاجة كأنك في بيتك بالظبط. فلو بتفكر تقعد مدة طويلة فده الخيار الأمثل ليك. والمناطق اللي بيبقى فيها البيوت والاستوديوهات هي العصلة والإل جاردن والزرنوق، كلهم جنب بعض، بس أنصحك يكون معاك وسيلة انتقالات حتى لو عجلة علشان تقدر تتحرك في البلد براحتك وتجيب حاجتك. أما بقى عيوبها فهي بتكون بعيدة شوية عن وسط البلد، وهتحتاج تعمل كل حاجة بنفسك، من أكل وشرب وتنظيف وكل شيء كأنك عايش في بيتك بالظبط. وبكده نكون غطينا كل انواع الاقامات في دهب، وكمان انت عرفت البلد وتقسيمتها ازاي. والخلاصه فالفنادق للراحه والعائلات ودور في اللاجونه، اما الهوستلز فهي للشباب وللسولو ودور في المصبط.
وبالنسبة للكامبات فهي للمغامرة والبساطة، ودور في المسبط واللايت هاوس. لكن البيوت والاستوديوهات للي عايز يعيش فترة طويلة أو بميزانية أقل، ودور في العصلة. وفي الفيديو الجاي من دليلك لدهب هنتكلم عن الأكل والشرب وأحسن المطاعم اللي لازم تجربها. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتكتب لي في الكومنتات انت لو مسافر دهب هتسكن فين. وبالنسبة بقى للناس اللي بتحب تريح دماغها ومش بتحب تفكر في حاجة ولا تشغل بالها ويكون عندها خطة جاهزة للرحلة بتاعتها، فأنا برشح لكم شركة ديزني لاند للنقل والرحلات، اللي بتوفر لك برامج جاهزة وانتقالات وإقامة وأنشطة داخلية وكل حاجة هتكون محتاجها عشان تستمتع برحلتك. وهسيب لكم رابط صفحتهم وأرقام التواصل معاهم في الوصف تحت. وأنا نويرة بقدم لك هنا نصايح كتير عن السفر. تابعني لو بتحب السفر، هتعرف معلومات كتير هتفيدك في سفريتك اللي جاية. سلام.